متجوزة في السر من رجل أعمال كبير قعدها في البيت وخلاها تختفي عن الأنظار، وصورة مسربة كشفت السر. ياسمين عز فاجأت الجمهور بخبر جوازها، والعريس صدم الكل. يا ترى مين هو وليه مخبية عن جمهورها الموضوع؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. ياسمين عز في الساعات اللي فاتت كانت حديث السوشيال ميديا كلها، مش بسبب تصريح جريء ولا حتى البرنامج بتاعها، ده بسبب خبر جوازها. بعد ما أفنت مسيرتها المهنية في الدفاع عن الرجالة، قررت أخيرا تدخل القفص الذهبي وتتجوز، لكن هوية العريس كانت صدمة للكل. الحكاية بدأت من لبنان لما نشرت واحدة من أهم المصادر الإعلامية هناك خبر جواز ياسمين، لكنها قالت إنها هتعلن عن هوية العريس في الوقت المناسب، وكل اللي هي هتقدر تقول عنه إنه من المليارديرات في مصر. الكل كان فاكر إن الخبر ده علشان تعلي الريتش عندها أو إنها تحاول تتصدر لترند، لحد ما طلعت وقالت المفاجأة، وإن ياسمين عز متجوزة من مدير قنوات MBC مصر، وده السبب اللي خلاها تختفي الفترة الأخيرة عن الأنظار. والكلام ده مش أول مرة يتقال، واتذكر قبل كده إن ياسمين متجوزة وقاعدة في فيلا في الشيخ زايد، وإن كل اللي بتعمله على الهوا مش قناعتها الشخصية، وإنما توجيهات من الشخص اللي متجوزاه علشان تحافظ على شهرتها ويفضل برنامجها متشاف. الجمهور أول ما سمع الخبر اتقسم لرأيين على السوشيال ميديا. الجزء الأولاني كان شايف إنه الخبر أكيد 100%، خاصة إنه في بوست قديم في سنة 2022 للبلوجر دالا المهندس بعد خلافها مع آراء ياسمين في برنامجها، طلعت ولمحت بكلام مشابه تماما لده، وقالت إن ده هو السبب في دفاعها دايما عن الرجالة، لكن مفيش ساعات ومسحت البوست ده نهائيا من على صفحتها. وده اللي خلاهم شايفين إن الخبر حقيقي ومؤكد من أكتر من جهة. والجزء التاني كان بيدافع عن ياسمين، وشايف إنها أكيد لو اتجوزت هتعلن الخبر أيا كان من الشخصية اللي متجوزيها، وإنه مفيش حاجة بتستخبى في الوسط الفني، وحتى لو كانت هي مش حابة تقول للجمهور فدي حياتها الشخصية ومش المفروض إنها تكون عامة للكل. لكن ياسمين ما حبتش إن الجدل ده يفضل قائم، وطلعت وعلقت وقالت: دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة، لما هتجوز هعلن قدام العالم، لأن الراجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة لازم إنها تعلن عنها. تفتكروا بقى ياسمين نفت الخبر علشان ما يتعرفش، ولا فعلا هي مش متجوزة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.